كل عام وانتم بخير. بمناسبة 2026 اوبو ابتدتها بداية مثيرة للجدل ونزلت لنا سلسلة الرينو 15 باصدارات جديدة تماما على السلسلة في تاريخ الرينو كله. ومش هخبي عليك، من اول التسعير الجدل بيبتدي يشتغل على سلسلة الرينو. سلسلة تم الاعلان عنها يوم 5/1 والموبايلات هتبتدي تتسلم يوم 13/1. يوم 17/1 انت مش هتلاقي الموبايلات دي في السوق وهتبتدي تسأل عليه الله امال الخناقة اللي كانت حاصلة ايه على التسعير والناس مش عاجبها التسعير اهو كده. وده بيوضح لك الجاب الكبيرة ما بين زبون الاوفلاين وزبون الاونلاين. ومع ذلك اوبو قدرت تكسب ثقه العميل بشكل كبير جدا جدا، وخاصه في سلسله الرينو اللي انت بيحصل عليها كل سنه نفس الجدل وبعد 5-6 ايام من التسليم ما بتلاقيهاش. فلو حد عنده تفسير يكتب لنا في الكومنتات. بس من غير كلام كتير خلونا نبدا. قبل ما نبدا في التصميم خلينا افسر لك الاصدارات الجديده او اقول لك على الاصدارات الجديده اللي هتكون موجوده معانا في سلسله الرينو 15. اول حاجه وكالمعتاد الرينو 15 اف، وهنا اتوقع ان هم لغوا ال 4G خلاص وبدا ينزل 5G. تاني موبايل معانا في السلسله وهو الرينو 15 5G وهو البطل بتاع مراجعه النهارده. بعد كده هتلاقي عندك الرينو 15 برو، وهنا اوبو بتحط سلسله الرينو هي الاستخدام البديل للايفون بس بتجربه اندرويد متكامله. الرينو 15 برو هو الموازي للايفون 17 برو، نازل يعتبر بنفس الحجم بنفس الديزاين بنفس كل حاجه. وده هينقلنا للوحش الجديد من اوبو وهو الاوبو رينو 15 برو ماكس. رينو 15 برو ماكس يا جماعه هو الموازي والمحاكي للايفون 17 برو ماكس في عالم الاي او اس. فانا بقول لك بكل ثقه وبكل صراحه لو عايز تجربه ايفون متكامله ولكن في عالم الاندرويد فانت ما قدامكش غير سلسله الرينو، وخاصه الرينو 15 والرينو 15 برو والرينو 15 برو ماكس. خلينا نبدا نتكلم عن بطل مراجعه النهارده وهو الرينو 15 5G، وهو اللي بيعتبر الاكثر مبيعا في السلسله كلها. انصحك ان انت تكمل الفيديو للاخر لان على مدار المراجعه هقول لك ايه المميزات وايه العيوب وايه التطورات وايه الداون جريد وايه اللي كنت بتمناه وايه اللي كنت بتمناه وحصل. فحاجات كتيره جدا مش عايزها تفوتك. وخلونا نروح على التصميم. لو بصينا على الموبايل بصه من بعيد من غير نقشه اوبو اللي عاملاها على الظهر مميزاه شويه، هتحس ان انت حرفيا بتتكلم عن ايفون. من اول الظهر الفلات لسيت اب الكاميرات اللي حرفيا بتحاكي الايفون بشكل كبير، فريم الالومنيوم المطفي مع انتنات الشبكات مدياله فخامه من نوع خاص. عندك من فوق هتلاقي كعاده سلسله الرينو الاي ار سنسور اللي بيخليك تتحكم في اجهزه البيت كلها وتستخدم الموبايل كريموت كنترول. تصميم ما فيهوش اي تطوير عن السلسله اللي فاتت غير الرسمه فقط لا غير. النقشه اللي على الظهر مميزه جدا ومحفوره على كل الطبقات بتخليها تديك انعكاسات مميزه جدا كل ما بتعرضها للاضاءه بزوايا مختلفه. واوبو كان معاها حق بصراحه انها تسمي الديزاين دانسينج اورا ديزاين. هتيجي تقول لي مفيش اي تطوير على التصميم من سلسله الرينو 13. اقول لك اوبو ماشيه ماشي الكبار، لو طالما مفيش حاجه ضروريه قوي ان انا اغير الديزاين فخلاص خلينا ثابتين عليه. هتبص تلاقي عندك معيار الحمايه الاي بي 69 و 68، وده اللي هيمكنك ان انت تنزل تحت الميه عمق 1.5 متر لحد نص ساعه. يعني لو في ناس بتحب تصور تحت الميه فالموبايل ده فيه وضع مخصوص للتصوير تحت الميه. الحاجه اللي عجبتني جدا ان اوبو حاطه لك جراب من البلاستيك المقوى، خامته محترمه جدا وهيضمن لك حمايه اقوى. في الجزء ده هنتكلم عن الشاشه. الشاشه هنا بتيجي من غير اي تطوير زي الموبايل اللي فات بالظبط. جايه بحجم 6.59 بوصه من نوع اموليد بدقه 1.5 كي بمعدل كثافه بكسلات محترمه 460 بكسل لكل بوصه، وما زلنا 120 هرتز بس مع دعم ال HDR10 بلس. معدل السطوع تحت اشعه الشمس ممتاز جدا 1200 نتس، مش بالرقم خالص الحقيقه، اهم حاجه يأدي معايا. والشاشه محميه بجوريلا 7 اي. كالعاده شاشه بتقدم تجربه مميزه جدا جدا في المشاهده والالعاب. تشبع الالوان مميز جدا وليه لا، وهي بتدعم ال1 بليون كلر. تباين، وضوح، كل حاجه مظبوطه بشكل كبير وهتحب تلعب وتتفرج عليها. هتلاقي البصمه هنا مدمجه في الشاشه سريعه ودقيقه. الشاشه هنا برغم ان ما فيهاش تطور عن الاصدار اللي فات الا انها شاشه محترمه جدا وهتظل من نقاط القوه في الموبايل. سماعات اوبو رينو 15 5G بتيجي ستيريو عشان تاخد تجربه استماع مثاليه، وخلينا نجرب. صوت مجسم ونقي جدا، واكتبوا لي رايكم برضو فيه في الكومنتات. خلونا نروح على اداء الرينو 15 واللي بيجي بمعالج من كوالكوم سناب دراجون 7 جين 4. ومن غير تجميل ده اول داون جريد في الموبايل او اول تضحيه عن الاصدار اللي فات. انا مش عايزك تستعجل في الحكم زي ما انا برضو كنت مستعجل في الحكم اول ما قريت السبيكس، ولكن خليني اقول لك هنا بمنتهى الصراحه وده هكمله لك كمان شويه ان اوبو قدرت تمسك العصايه من النص وقدرت توازن. خليني الاول اقول لك الموبايل بيجي بنسختين 12 جيجا رام من نوع DDR5X مع 256 جيجا او 512 جيجا ذاكره تخزين من نوع UFS 3.1. الموبايل بيطلع من العلبه بالكالر او اس 16 والمبنيه على اندرويد 16. وخد بقى افضل واجهه سلسه ممكن تستخدمها على موبايل اندرويد. السلاسه جزء لا يتجزأ من الكالر او اس بلس
ان عندك بقى فيتشرز كتيره قوي وغنيه قوي ومليانه ذكاء اصطناعي. ده هنبقى نعمل له فيديو كامل مخصص ليه، لان حرام بصراحه ما تديش الموبايل حقه، وخاصه في مميزات الاي اي. ضمانك الوحيد ان انت بقى تشوف الفيديوهات اللي جايه والجمدان اللي جاي ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ده بعد اللايك المتين فضلا وليس امرا. اوبو من وجهه نظري بالسناب دراجون 7 جين 4 عملت حركه في منتهى الذكاء. عندنا ازمه حقيقيه في الرامات وفي الاس اس ديز، ازمه عالميه وبالتالي سعرهم ارتفع. هنا اوبو نزلت لك الموبايل ب 12 جيجا رام وما استخسرتش فيك، ونزلت لك نسخه كبيره ب 512 جيجا ذاكره داخليه وبرده ما استخسرتش فيك. لو كان الموبايل ده نزل بابجريد من ميديا تك وهو الدايمنستي 8450 كنا شفنا السعر راح في حته ثانيه. اوبو قالت لك والله انا هحط لهم معالج محترم جه في موبايلات فيها متوسطه عليا كتير والناس مجرباه وبتحبه من كوالكوم وهو السناب دراجون 7 جين 4. على مستوى المهام الخفيفه انت مش هتحس بحاجه، المواجهه مستقره وسلسه في الاستخدام الخفيف، ما عنديش اي تعليق عليها سواء احتفاظ بالتطبيقات في الخلفيه، تنقل بين التطبيقات، فتح وقفل التطبيق، الانيميشن سلسه ومستقره وما بتقطعش خالص. قرار هنا اهدى حبه حلوين من ميديا تك، فبالتالي برضو انت واخد معالج متوازن مستقر ما عنديش عليه اي تعليق. امال الداون جريد فين؟ الداون جريد هنا في السكور اللي بيحققه على منصه انتوتو بنش مارك بلس لعبه بابجي، اللعبه الشهيره اللي كل الناس بتشتري الموبايلات الغاليه عشان تلعبها. في الاصدار اللي فات انت كنت بتاخد 120 فريم مستقرين، الاصدار ده نزلنا 30 فريم 90 فريم. بالنسبه للناس الحريته بتوع الالعاب روح اشتري رينو 14 خلاص خلصانه ومحسومه. اما الناس اللي بتلعب العاب متوسطه زي حالاتنا وبتاع 90 فريم من ال 120 ما رحناش بعيد، لكن الناس البروفيشنالز لا هيحسوا طبعا بال 30 فريم دول، فعندك الرينو 14 يظل خيار ممتاز. فمن وجهه نظر المعادله هنا مظبوطه وموزونه جدا ما بين المساحه الكبيره ومعالج فوق المتوسط ممتاز. من التطورات اللي هتلاحظها في الرينو 15 5G هي البطاريه اللي بتيجي بسعه 6500 ملي امبير، اكبر من النسخه اللي فاتت على ما اتذكر 500 ملي امبير، وجايه من نوع سيليكون كاربون وعملاقه صمود. البطاريه بتقعد معايا يومين على استخدامي الخفيف والمتوسط، سوشيال ميديا نت مكالمات، انا ما بلعبش على التليفون. ولو انت استخدامك خفيف او فوق المتوسط شويه يوم ونص مستريح. ناس الهارد وركر على الموبايل والحريته بالبلدي كده البطاريه تكمل معاهم يوم مستريح جدا من غير ما يشحنوه مرتين في اليوم. وحتى لو البطاريه خلصت فانت عندك شاحن سريع بقدره 80 واط جاي في العلبه بتقنيه السوبر فوك، هيشحن لك البطاريه من 0 ل 100% في 50 دقيقه بس. لو جينا نتكلم على ارض الواقع انت ما بتسيبش الموبايل ينزل عن 20% وما بتشحنوش ل 90%، يعني النص ساعه كفيله تخلص لك المهم. ومن التطورات الاساسيه برضو اللي هتلاحظها في رينو 15 هي الكاميرات. هتيجي تقول لي الكاميرات كارقام ولا الكاميرات كاداء واستخدام؟ هقول لك الكاميرات كاداء واستخدام، وضيف على كده كمان كاميرا السيلفي. عندنا 3 كاميرات خلفيه، الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 1.8 مع دعمها للاو اي اس او التثبيت البصري الحقيقي. الكاميرا الثانيه 50 ميجا بكسل اف 2.8 تيليفوتو او تقدر تقول عليها بريسكوب كاميرا. العدسه دي بتدعم التقريب البصري الحقيقي 3.5 اكس و7 اكس كروبد من ال 3.5 و120 اكس ديجيتال زوم. الكاميرا الثالثه بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل اف 2.2 مهمتها تصوير الزاويه الواسعه الترا وايد. عدسه التليفوتو وجودها هنا من اهم اسبابك لشراء الرينو 15 لانها بتدي لك صوره بورتريه بالعزل الاحترافي المميز كما ينبغي ان يكون، وبالتالي بروفايل انستجرام احترافي وصور تخطف العين، وده لانك بتاخد زوم حقيقي 3.5 اكس وبالتالي عزل رهيب جدا هتطلعك نجم سينمائي. وزي ما قلت لك العدسه بتكروب من ال 3.5 فبتديك 7 اكس زوم وبنفس الكواليتي من غير ما تخسر اي تفاصيل. الكاميرا الاساسيه بتطلع صور مميزه جدا، وحط تحت جدا دي 2 مليون خط، وده هنا بسبب معالجه السناب دراجون للصور. عشان كده قلت لك التطور هنا مش ارقام، هي معالجه الصوره نفسها. ولو شفت التفاصيل وقارنت بين الرينو 14 والرينو 15 فهتلاقي نفس الكاميرتين ولكن فرق التفاصيل باين ولصالح الرينو 15. دايناميك رينج متعالج بشكل كويس جدا، الصوره شارب والاضاءه متوازنه، ومعاك شويه فلاتر حلوه جدا واوضاع تصوير نعمل لها فيديو منفصل برضو عشان ما اطولش عليكم. الالترا وايد مدياني صور حلوه، والعدسه اللوك بتاعها رهيب وزاويه واسعه وحلوه جدا، ولكن ال 8 ميجا بكسل بتنزلك من كواليتي وعظمه ال 50 ميجا بكسل، بتلاقي نفسك برضو كده ايه اللي هو واخد صوره الترا وايد مش على نفس الكفاءه. فزي ما فضلت وراكم من الرينو 11 لحد الرينو 13 ان انتوا تنزلوا عدسه تليفوتو، هفضل وراكم في كل مراجعه ان انا اقول لكم اهتموا بالالترا وايد لان المستقبل رايح في الحته دي. كاميرا السيلفي هنا جباره 50 ميجا بكسل اف 2.2 بعدسه وايد 100 درجه عشان تستعمل حبايب الف في الصوره. الصوره على مستوى التفاصيل واللوك رهيبه، الوانها ممتازه، دايناميك رينج متوازن وتمام التمام، والسكين تون طبيعي ومميز. لو رحنا على تصوير الفيديو فهتلاقي عندك الكاميرا الخلفيه بتصور فيديو بكواليتي بيوصل ل 4K 60 اطار في الثانيه، والثبات فاجئني والكواليتي رهيبه ويعتمد عليها بصراحه. اما السيلفي فكانت مفاجاه ليا 4K 60 اطار في الثانيه، وعجبني جدا 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 ال HDR في الكاميرا، بصور ورايا الشمس والسحاب والسماء وبتاع، ومع ذلك الهايلايتس متوازنه جدا والشادوز هاديه ورايقه وباينه وواضحه ومفيش اي مشكله. فدي من اقوى الكاميرات اللي تقدر تصور بيها بره براحتك، او حتى لو وراك اضاءه
ما تشيلش هم اي حاجه، معادله الاتش دي ار هنا موزونه ومظبوطه جدا. كاميرا السيلفي في الرينو 15 من اكبر التطورات اللي انت ممكن تغير موبايلك عشانها. شبكات، طبيعي الموبايل طبعا اسمه اوبو رينو 15 5G، فطبيعي بيدعم ال 5G، ولكن المميز ايه بقى؟ ان انت عندك خاصيه الاي اي لينك بوست، واللي من اضعف اشاره للشبكات بتدي تقويه للموبايل، لان طبعا الانتنه 360 درجه فبترفع معاك الشبكه وبتتكلم من غير اي مشاكل. والموبايل كمان بيدعم الاي سام وبيدعم الواي فاي كولينج. الموبايل كمالياته عباره عن ايه؟ NFC بلوتوث 5.4، وبيدعم جيروسكوب سنسور ومستشعر تقارب هنا ممتاز وما فيهوش اي اخطاء اثناء المكالمات. الخلاصه، ما تفكرش تشتري رينو 15 لو انت معاك الرينو 14، مش هتحس بالابجريد الواو اللي انت ممكن تغير موبايلك عشان. تشتريه امتى؟ لو انت بقى معاك اي موبايل تاني غير اوبو، او معاك مثلا الاوبو من اول ال 13 لتحت، فالاوبو رينو 15 هنا هيكون خيار مثالي وممتاز جدا ليك. رينو 15 هيكون معاك موبايل اعتمادي، اوبو هتدي لك لحد 6 سنين تحديثات نظام، ودي حاجه قويه جدا، وتشتريه كمان لو السعر مناسب معاك. هسيب لك الاسعار وكل حاجه يا اما في صندوق الوصف يا اما في الكومنت المثبت. اكتب لي رايك في المراجعه بمنتهى الصراحه، وحابب تشوف مراجعات ايه تاني مني الفتره اللي جايه. لايكك المتين، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، حاجات مهمه جدا جدا انت بتدعمني بيها. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء باذن الله تعالى فيديوهات كتير. سلام.